1000 جنيه. وقال في نفس الوقت قال لك بالنسبه للوحدات غير السكنيه فيما يتعلق بالاستغلال الاداري والتجاري، لو كانت القيمه السوقيه 100000 جنيه والايجار السنوي 1200 جنيه هعفيه. لو كان هتزيد عن 100000 او 1200 الايجار السنوي الايجار السنوي ال 24000 اعتقد كانت السنوي برضه، وال 24000 سنوي. وبالتالي في الواقع هنا ليس هذا اعفاء. يعني 1200 جنيه يعني 100 جنيه في الشهر، هذا ليس اعفاء. 100 جنيه ايه؟ لا بس في من بعض الاجزاء الخاصه بالعقارات التجاريه بالتحديد او اللي فيها شركات معظمها ايجار قديم، دي مشكله ثانيه. يعني برضه هي دي الفكره. انا عاوز انتقل، حضرتك يمكن انتقدت فكره الضريبه العقاريه بشبهه عدم الدستوريه. في اقتراحات اخرى يمكن طلعتنا وزاره الماليه انها يعني في اقتراحات انها تعمل ضريبه على الثروه لمره واحده ولمن لديه ثروه تزيد عن 10 مليون جنيه. هل من الممكن ان نتحدث قبل ان يعني قبل نوصل للمراحل النهائيه فيها او نوصل لمراحل متطوره منها، هل نستطيع ان نقول انها دستوريه او غير دستوريه؟ انا هتكلم عن نقطتين. النقطه الاولى فيما يتعلق بالضريبه على العقارات المبنيه، انا ارى ضروره الغاء هذا القانون بالكامل والاكتفاء بنظام العوائد. الرجوع لنظام العوائد. الرجوع لنظام العوائد لتلافي عمليه الازدواج الضريبي. والعوائد دي ممكن احددها كيفما شاء وفي ضوء التطورات بتاعه المجتمع. اما النقطه الثانيه اللي حضرتك تفضلت بيها ان انا افرض ضريبه على ثروه عقاريه، هذا جائز في الفقه المالي ويعتبر ضريبه استثنائيه على راس المال. يجوز للدوله في الظروف الاستثنائيه ان تفرض ضريبه على الثروه مره واحده فقط لمواجهه ظروف استثنائيه. طب انا ممكن ادمج بالاثنين، بمعنى هل ممكن اوصل زي ما حضرتك قلت بالنسبه للضريبه العقاريه ان يكون الاب والام والاولاد والاطفال القُصّر او اولاد القُصّر مش 2 مليون، نوصل ل 10 مليون، وهي نفس التطابق مع الرقم بتاع ضريبه الثروه وتطبق الضريبه العقاريه، بحيث ان انا ساعتها في ناس بتستثمر بتشتري شقق عشان تقفلها او تستثمرها، وبالتالي اذا زادت قيمه هذه الممتلكات عن 10 مليون تطبق عليهم الضريبه اللي شبه ضريبه الثروه اللي هتطبق مره واحده. انا هقول لحضرتك الفكره الاساسيه التي يجب ان يصاغ عليها قانون العقارات المبنيه. عشان القانون ده يبقى قانون دستوري وقانون يحقق اهداف الدوله ولا يضر بالمواطن، لازم اعفي السكن الخاص. كل ممول اعفي له وحده سكنيه واحده، ما زاد عن ذلك ده سليم، افرض عليه الضريبه. ده سليم 100%. ما زاد عن ذلك افرض عليه الايه؟ افرض عليه. بس احنا ما عندناش رصد، بمعنى احنا في مصر ما عندناش الداتا. يمكن كنا بنتكلم من شويه على التعداد الاقتصادي وان احنا لسه بنعمل تعداد اقتصادي ولسه هيستمر معانا يمكن فتره طويله على ما نوصل للتعداد الاقتصادي الكامل. ما عندناش رصد بالممتلكات، ما عندناش رصد بالتسجيلات بتاع العقارات، لان مش كل الناس بتسجل العقارات، معظم الناس بتعمل تسجيل ابتدائي عشان تهرب من ان هو يقول ان هذا العقار ملكي او هذا المسكن بتاعي، فبالتالي هيبقى صعب ان انا اثبت ان هذا الشخص او هذا الممول هذه العقارات ملك له. سيتم تفرقتها على عدد كبير من الاشخاص للتهرب من الضريبه. يعني حضرتك تطرقت لمشكله اخرى. ما هو عشان ما اعملش قانون فيما يتعلق بتسجيل العقارات. في الحقيقه يعني 90% من العقارات في مصر غير مسجله باسماء اصحابها. طب انا هعمل ضريبه عقاريه ازاي؟ لسوء قانون شهر العقار. طب يبقى انا اغير الاول هذا القانون عشان اعرف افرض ضريبه عقاريه تبقى على الجميع وتبقى في تساوي للجميع في دفعها. يعني ما هو اذا احنا بنتكلم في قانون انا عاوز انفذه لازم اولا اعرف هنفذه على مين. نعم. ولو تهرب هنعمل ايه، ولو حاول يتهرب ايه الاجراءات اللي ضد ده. دي ممكن نتغلب عليها. انا بفرض الضريبه على العين وليس الشخص. بفرض الضريبه على العين وليس الشخص، على المال وليس الشخص. المال ده بتاع مين زي ما يطلع بتاع مين. احدد العقارات الموجوده في كل منطقه سكنيه وافرض الضريبه عليها بصرف النظر عن مالكها، سواء كان مالكها قام بالتسجيل ام لم يقم بالتسجيل. ودي عمليه سهله جدا في ظل الايه وجود اجهزه الحاسب الالي وما اشبه. دي عمليه بسيطه على الاطلاق، مفيش اي مشكله. احنا عارفين طبعا ان فيها مشاكل بس احنا مش هطول فيها عشان ما يبقاش فيها هي التركيز بتاع الفقره بتاعتنا. لكن كمان جزئيه ثانيه، حضرتك كان ليك فكره بالنسبه للحد الادنى والحد الاقصى. تمام. الحد الادنى احنا المفروض ان احنا هنطبقه من اول يناير، وده معناه ان انا ممكن ادخل في مرحله تضخم. انا عندي تضخم 10% حسب ارقام البنك المركزي. حتى البنك المركزي اخر اجتماع ما خفضش الفايده لان رقم التضخم عالي.
الاقاويل الخاصه بفكره الحد الاقصى، اذا انت هتطبق الحد الادنى لازم تطبق الحد الاقصى، رغم اختلافي مع هذه الفكره لان فيها استثناءات لازم تحصل، لكن حضرتك شايف ان هو لازم الاثنين مع بعض. هو الوضع الحالي هل من الممكن ان استغني عن بعض الخبرات الموجوده في قطاعات مثل البترول والقطاعات المصرفيه والخدمات الماليه وما الى ذلك، كلها فيها خبرات لو انا سبتها وحددت لها الرقم اللي هو كام في الشهر هيهرب، مش هيهربوا، هيجي لهم عروض من بنوك تانية او من شركات بترول تانية او من شركات خدمات ماليه تانية، والناس مش هتقبل ان يبقى في حاجه اسمها استثناء. هحط مثلا ان انا حد اقصى نقول مثلا 50,000 جنيه في الشهر مثلا كحد اقصى لكبار الموظفين مع الاستثناء، ما حدش هيقبل هذا الاستثناء، يعني لو عرضته مش هيتقبل، فالحل ايه؟ هو عندنا نقطتين، حد ادنى والحد الاقصى. الحد الادنى اللي هيتطبق من اول يناير ان شاء الله بمقدار 1200 جنيه، هذا قرار لم يتم دراسته دراسه كافيه الحقيقه. العمليه مش عمليه اصدر قرار، لا، بس كان مضغوط على الحكومه انها تعمل. انا لابد اشوف فحوى هذا القرار وتوابعه. بمعنى ايه؟ هل يعقل ان انا اجيب شخص بيحصل على 400 جنيه في الشهر واخر بيحصل على 900 جنيه واقول لهم انتوا الاثنين هتبقوا 1200؟ يبقى هنا لم اراعي التدرج الوظيفي. بس في هنا وظلمت، بس فيها تعديلات، في تعديلات موجوده نزلتها نشره وزاره الماليه بتقول ان في تغير في الدرجات او في الارقام اللي هتروح للدرجات السادسه والخامسه والرابعه والثالثه والثانيه والاولى، في جدول ان كل الدرجات هتزيد بارقام محدده، يعني مش هيبقى بس الحد الادنى للسادسه. هي الحكومه قالت هندرس هذا في المستقبل ولكن لن يطبق في يناير. الحكومه قالت هندرس اعاده هيكله الاجور في المستقبل لكن لن يطبق في اول يناير. اذا تطبيق الحد الادنى بهذه الصوره بطريقه مطلقه على كل من هو يحصل على اقل من 1200 جنيه اقول له هتاخد 1200، انا اعتقد دي فيها اجحاف بفئه كبيره جدا من افراد المجتمع، وارى لابد من مراعاه التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الادنى للاجور عشان يحقق نوع من المساواه والعداله بين افراد المجتمع. اما فيما يتعلق بالحد الاقصى انا القرار في ايدي. الحد الاقصى ممكن اخليه 35، ممكن اخليه 50، ممكن اخليه 60، ممكن اخليه 70، وفي الواقع انا شايف يعني طالما انا في ايدي القرار اشوف ايه الحد الاقصى المناسب لكل القطاعات واحط هذا الحد الاقصى. لكل القطاعات صعب حضرتك عارف، ممكن احدد قطاعات معينه، قطاعات البنوك مثلا على سبيل المثال، اما قطاعات البترول لو انا فرضت عليهم الحد الاقصى لن يجدوا مكان اخر، ما لهمش مكان تاني، البترول كله بتاع الدوله. لكن ممكن البنوك في شركات بترول عالميه عامله في مصر وبتحصل وفي دول الخليج برضو بيبقى في عروض للسفر. نادر يا محمود بيه انك هتجد او الراجل اللي بيشتغل في مجال البترول هيسيب القطاع الدوله وينتقل الى ده هتبقى صعبه، وبالتالي انا عندي في ايدي احط 70,000 احط 60,000. لكن الحقيقه انا مش بتكلم على قطاع البنوك وقطاع البترول بس، انا بنظر الى كل قيادات الموجوده في اجهزه الدوله المختلفه بتحصل على مبالغ تفوق ال70 وال100 والنص مليون في الشهر. البعض اقترح ان يكون هناك حد اقصى شهري وحد اقصى سنوي. نعم. مختلفين، بمعنى اذا انا قلت مثلا ان انا حدي الاقصى في الشهر 50,000 جنيه مثلا كحد اقصى، يبقى انا بتكلم في 600,000 جنيه في السنه مثلا. لكن الحد يعني الاقتراح الثاني هو ان يصل الحد الاقصى السنوي الى مليون. وده من ضمن الاقتراحات الاقتصاديه بحيث ان انا يعني احل هذه المشكله. لا احنا دايما بننظر الى ما يحصل عليه الممول خلال سنه وفقا لمبدا سنويه ما يحصل عليه، ما ممكن انا اوصله يعني الرقم ده، لان انا كل الارقام هتبقى مسجله بالظبط، خد كام هيتحط تحت بند شريحه الضرائب. لكن هي الفكره الحد الاقصى الشهري ممكن يطبق، لكن كمان فتح الحد الاقصى السنوي لا، يعني لازم احدد بقى حد اقصى سنوي باعتبار ان الموازنه سنويه والضريبه سنويه، وبالتالي احط حد اقصى سنوي لقيادات اجهزه الدوله المختلفه. وعاوز اقول لحضرتك حاجه، يعني التقدير المبدئي لتطبيق الحد الادنى هيكلف الدوله 18 مليار سنويا. سنويا. لو انا كمان طبقت بقى الحد الاقصى
هيوفر لي 21 مليار، اطرح 18 من 21 هيوفر لي 3 مليار، دي واحده هيوفر 3 مليار جنيه.